مساء الفل لو كنتوا بتسمعوني بالليل، وصباح الورد لو كنتوا بتسمعوني الصبح. أهلا بيكم في حلقة جديدة من البودكاست بتاعنا. وحلقة النهاردة بعنوان الحب وحده مش كفاية. معلش بس اسمحوا لي أبدأ بالقصة من البداية. والبداية هنا من أول ما أولادنا بيبقوا لسه في اللفة، بيبقوا لسه أطفال. تربية العيال يا جماعة محدش يختلف إنها مهمة صعبة جدا، ومهمة نبيلة وعظيمة. تكاد تكون بطولة أولمبية بس من غير ميداليات. انت فعلا كأب او كأم، انتوا الاتنين حرفيا بتتفحتوا. من اول ما العيل يجي بتبدأ تودع النوم، بتبدأ تأقلم نفسك على حياة جديدة، حياة فيها حفاضات وفيها زعيق وفيها لبن بيطير على هدومك من غير ما تاخد بالك ومن غير ما تكون دريان. وشوية تفاصيل كده محدش هيحس بيهم إلا اللي جربهم. ولما يكبر شوية البيبي ده بتكتشف إنك بتمثل في مسلسل بوليسي. كل شوية تسأله مين اللي كسر الحاجة الفلانية، مين كسر الكوباية، مين كسر الفازة. يرد عليك بكل براءة: مش أنا، دي وقعت لوحدها، دي اتكسرت لوحدها، وحاجات من كده يعني. تيجي بقى لما ربنا يكرمك ويكبر شوية علشان تذاكر له، بتحس إن أنت داخل امتحان أشبه بامتحان قدرات عقلية. آه، تسأله 2 في 2 بكام؟ بمنتهى الفصاحة اللي في الدنيا يرد عليك ويقول لك استنى، هو السؤال ده أصلا في الكتاب؟ يا سيدي مش في الكتاب، بس خدني على قد عقلي وجاوبني. أو لو عندك أكتر من طفل، لو عندك طفلين ربنا يخليهم لك، فمبروك، أنت بقيت وسيط سلام معتمد بين دولتين. الدولتين دول دائما في حالة حرب، وتفضل كده في الدوامة دي لحد ما ربنا يكرمك وتفرح بيهم ويكبروا، وتشوف ابنك لابس بدلة التخرج وبنتك لابسة فستان الفرح. وساعتها بتفتكر كل التعب اللي انت تعبته، بس تقول الحمد لله كل تعبي جيب فايدة. لحد هنا تمام؟ تمام. نبدأ مرحلة جديدة من التحدي، بس المرة دي التحدي بيكون على الولد والبنت. احنا خلاص كآباء خلصنا دورنا، بتيجي مرحلة التحدي للشاب والبنت. بتبدأ مرحلة، المرحلة دي بيلاقوا نفسهم بقى في حد في حياتهم. البنت تلاقي في ولد بقى في حياتها، الولد بيلاقي بقت في بنت في حياته في صورة حبيب. هي بتقول لك أنا مرتبطة عاطفيا، يعني في حد في حياتها. هو بيقول لك أنا خلاص مرتبط وبحب بنت زميلتي أو بنت صاحبتي أو بنت جارتي. وبيبدأ يترسخ عند الشاب أو عند البنت إن طالما لقيت الحبيب وخلاص بدأنا ودخلنا في مرحلة إن إحنا بنحب بعض، خلاص كده الحياة كلها بقت وردي وكده اتعشت. الباقي كله كماليات. مش لاقي شغل مش مشكلة، ما عنديش شقة عشان ارتبط فيها مش قصة. هي البنت ما جهزتش حاجة، ولا حد في أهلها جاب لها حتى طبق فاضي، برضه مش عقبة. وكأن العقبة كانت إنهم بيدوروا على بعض كحبيب وحبيبة. غير كده تمام، ما عندهمش أي مشكلة. المهم الشاب بعد ما يعيش قصة حب مع البنت والبنت كذلك، وبعد إلحاح على أبوه وأمه وعلاقتهم اللي خلاص بدأت ريحتها تفوح، أبوه بيتشال ويتحط ويتعزل ويستلف ويساعده، والشاب يا دوب يلاقي له شغلانة تكفي مصاريفه بالعافية، ويقرر إنه يفتح بيت. والبنت كذلك برضو تضغط على أهلها، وأهلها إيه، يتصرفوا ويجهزوها، وربنا يكرم الاتنين والاتنين يتجوزوا. ويتجوزوا بعد قصة حب الشارع كله اشتكى من الصهد اللي طالع منهم من كتر الأشواق والحنين اللي في العلاقة. لحد هنا تمام؟ تمام. تبدأ الحياة الزوجية ترفرف عليهم بجناحاتها. أوقات كتير بنخش الجواز وإحنا فاكرينه فيلم ديزني، أمير لابس أبيض ورايح ينقذ الأميرة اللي موجودة في بيت أهلها، واللي هي مستنياه على السلم بفستان أبيض طاير في الهوا، وقصة موجودة في خيال كل واحد فينا. لكن الحقيقة الجواز أقرب لفيلم وثائقي عن البقاء في البرية وانت على قيد الحياة. الأفلام اللي هي بتيجي على ناشونال جرافيك، اللي هي بتجيب لك ازاي تحمي نفسك من الأسد لو افترسك، ازاي تهرب من النمر لو هجم عليك. الحياة الزوجية أشبه بالفيلم ده، الفيلم الوثائقي. بتصحى على صوت مكنسة، تبقى مطبق بقالك 48 ساعة في الشغل، ويوم أجازتك سبحان الله احنا قررنا ان احنا نمسح النهارده.
فبتلاقي نفسك صاحي على صوت مكنسة وتنام على صوت خناقة على الريموت. هنسمع الفيلم ولا المسلسل ولا الماتش؟ وكل ما تحاول ان انت تهدي اللعب وتهدي الدنيا وتقول احاول اعمل مفاجأة، تلاقي نفسك لابس في علبة جبنة احنا ما بناكلهاش اصلا، احنا ما بنحبهاش. يعني انت كراجل قررت ان انت تفاجئها، فنزلت السوبر ماركت تجيب لها نوع جبنة، يطلع بالصدفة اصلا الجبنة دي انتوا ما بتاكلوهاش. اما الست فالست بتكون فاكرة ان الجواز وردي، وان البيه هيصحيها كل يوم بكوباية نسكافيه وسطرين شعر من اشعار نزار قباني. باختصار الحب حلو ومفيش مشكلة فيه، يعني الحب كحب جميل مفيش أي مشكلة. للأسف إحنا مش بناخد الباكج كلها على بعض. الحب ده جزء من كل، إحنا بناخد الحب بس وبنبدأ نبني عليه كل العلاقة. فالحب لوحده مش كفاية، هي بتبقى باكج، مجموعة عناصر مع بعض. للأسف إحنا بنترك الكل وبنبدأ نركز بس على الحب. الحب لوحده بيكون عامل زي الشاي اللي من غير سكر، ليه ريحة بس ملوش طعم. الشاب لما بيختار البنت محتاج بنت يكمل معاها، بيبقى محتاج حاجات تانية جنب الحب، محتاج تفاهم، محتاج احترام، محتاج عقل يريحه، أو محتاج قلب يحتويه، وشخصية تقف معاه وقت الزنقة. الحب ممكن يخلي البداية حلوة، بس اللي بيكمل المشوار هو العشرة والطبع والمواقف وقدرتهم إنهم يتحملوا بعض وقت الزعل قبل الفرح. بعد أي خناقة بتحصل ما بين اتنين متجوزين، تتكلم مع الولد: يا ابني استهدى بالله، ما تخليش الشيطان يدخل بينكم. ايه اللي حصل؟ يقول لك انا بحبها، بس لو ما فيش تقدير لمجهودي يبقى بلاها. مش معقول اشتغل طول اليوم وارجع الاقي خناقة على انها نظفت وانا رجعت البيت وما قلتلهاش شكرا تسلم ايدك على النظافة، والهانم اتلهت في التنظيف ونسيت تعمل لي اكل، وعلشان بس صوتي عِلي شوية عليها غصب عني، ألاقيها بتشتكي لمامتها وعمل وسوّى وعمل وكده. هو أنا متجوزها والّا متجوز لجنة تحكيم؟ تسمع من البنت تقول لك لأ، ده لا بيساعدني ولا بيشارك زي ما كنتِ فاهمة، ده محتاج خدامة مش زوجة. البيه فاكر نفسه في لوكاندا، يدخل البيت يلاقي السفرة محطوطة، يخلّص الأكل يغسل إيده ويدخل ينام. وكل ما أكلمه يهرب من المواجهة، إما بالموبايل أو بالسُكات. أنا محتاج أتكلم معاك مش محتاج أتابعك أونلاين. والاتنين عندهم حق، الاتنين الولد والبنت هي عندها حق وهو عنده حق. طيب ليه الحب اللي كان منور حياتهم بيطفي فجأة؟ وليه في ناس بيحبوا بعض بصدق بس فعلا ما بيعرفوش يعيشوا مع بعض؟ النهاردة جاي لك بالحقيقة اللي انت دايما بتتفاداها وتتفادى انك تسمعها، وكأنك بتعدي جنب محل عصير قصب في عز الحر وانت صايم. واستنى قبل ما تقول انت جاي تلعب في الثوابت وانت جاي تبوظ لي الدنيا. لا والله انا لا جاي العب في الثوابت ولا جاي ابوظ لك الدنيا، ولا انا ضد مبدأ الحب. بالعكس انا بحب علاقة الحب اكتر منك انت شخصيا اللي بتسمعني، طالما في الحلال وفي اطار الجواز. بس انا جاي افهمك ليه لو اعتمدت على الحب لوحده هتلاقي نفسك لبست في الحيطة. ليه الحب لوحده مش كفاية؟ الحب هو شعور مش عاطفة. طب يعني في فرق ما بين الشعور والعاطفة؟ طبعا. الفرق ما بين الشعور والعاطفة عامل زي النسكافيه أبو لبن والنسكافيه البلاك، واحدة فيها سكر والتانية فيها مرار طافح. العاطفة بتبقى زي الأمومة دايما موجودة، لما ابنك أو بنتك يكسر البيت يدغدغ الحيطان مهما عمل، انت بتبص تلاقي في رد فعل عندك بس قلبك مش مطوعك، قلبك مش مطوعك ان انت تزعله. لكن الشعور ده مرة فوق ومرة تحت، بيزيد وبيقل، مرة نار مولعة وحب مولع في الذرة، ومرة برد وتبلد مشاعر وحاجة آخر نيلة. العلاقات اللي بتعتمد على الحب بس، أول لما الشعور يتبخر العلاقة بتتهز، بتكون عاملة زي لما يكون في زلزال كده، مش متماسكة ولا مترابطة. لحد هنا حلوين؟ لا مش حلوين، محتاجينك توضح أكتر. طيب الحقيقة إنك بتحب وبتحب بجد كمان، وأنا ما أقدرش أشكك في الأمر ده. إنما شعور الحب نفسه بيعتمد في الغالب على الانبهار، بيعتمد على الشغف، وأحيانا على الخيال العمياني، النسخة اللي جواك
واللي جوه دماغك والصورة اللي انت رسمتها وكونتها من مكالمات الحب وفترة الخطوبة ولفلافة ما قبل الجواز، دي بتكون بالظبط عاملة زي الميك اب اللي بيداري العيوب والديفوهات والحفر في البشرة. فانت او انتي دماغك كبنت رافضة انها تصدق ان هو الشخص اللي انت كنت مرتبطة بيه في فترة الخطوبة هو نفس البني ادم اللي قاعد قدامك بياكل بصوابع رجله وهو بيتفرج على الماتش، هو نفس الشخص. اما انت يا سيدي الناس لسه لاسم في دماغك صورة البنت العاقلة الكاملة اللي صوتها ما بيطلعش طول فترة الخطوبة، واللي صوابعها رقيقة لدرجة انها مش قادرة تفتح ازازة الحاجة الساقعة، اللي هي برضو بالمناسبة هتدخل عليها الشقة هتلاقيها بتكلم في البوتاجاز وبتتخانق مع الحلل وماشية حافية وشعرها منكوش، هي نفس البنت. فانت برضو عقلك رافض، انت رافض العبث ده وعقلك رافض يصدق. وده ياخدنا لسؤال مهم، هل المشاعر المتقلبة دي تحت غطاء الحب تقدر تشيل مسؤوليات زي الجواز؟ تقدر تغير بامبرز، تقدر تقف قدام مشاكل كهرباء، تقدر تقف قدام مشاكل غاز وفواتير وغيره؟ لا، بكل وضوح وبكل أمانة، بالحب لوحده لا. الحب لو فضل شعور عابر عمره ما هيستحمل صدمة غسالة باظت أو طفل قرر ينام الساعة 3 الفجر. الحب الحقيقي بيصمد وبيتحول مع الوقت ومع المواقف، بيبقى عاطفة، عاطفة فيها نضج واحترام، فيها أنا آسف بدل ما مش مشكلتي. المودة مش وردة انت بتحطها في فازة، ده سلوك واحتواء وصبر ورحمة، وده اللي بيظهر لما الطرف التاني يبقى شبه وحش الغابة، والمفروض ان انت لما تدخل تحتويه وتقول له مش مشكلة وهتعدي وهفضل جنبك ومش هسيبك. عشان كده ربنا قال بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا بينكم مودة ورحمة، صدق الله العظيم. ما قالش جعلنا بينكم حب وغرام ورسائل واتساب وماسنجر، ما قالش كده، قال مودة ورحمة. طيب هل في حاجات أهم من الحب في العلاقة الزوجية؟ طبعا في حاجات كتير، بس الأول اسأل نفسك سؤال مهم كمان، أو هل أنا بحب الشخص ولا بحب فكرتي عنه؟ أوقات بتبقى مش بتحب الشخص فعليا، إحنا بنحب النسخة السينمائية اللي أخرجناها طول فترة الخطوبة وطول فترة الأحلام الورد اللي إحنا خدناها. وده بسبب إن مراية الحب عامية زي ما بيقولوا، بتوريك وش القمر من غير تفاصيله. تتجوز تكتشف اللي كان بيضحك على نكتك وبيقول لك روحك حلوة وانت دمك زي العسل، دلوقتي لما بتقول له حاجة تضحك بيرفع حاجب وينزل حاجب ويقول لك خلاص خلصت اقلب بقى عشان المسلسل، او اقلبي بقى عشان المسلسل. لكن الحقيقة هو ما اتغيرش، انت اللي كنت حاطط فلتر زي فلتر الانستجرام على شخصيته، والفلتر ده دلوقتي وقع، فخلاص بدأت تشوفه بالشخصية الحقيقية بالوش الحقيقي. فاكرين فيلم لا أكذب ولكني أتجمل؟ بيبقى فيه صورة كده الناس بتحاول توصلها عن شخصيته. علم النفس بيقول دي ظاهرة اسمها الإسقاط العاطفي. علشان كده بقول لازم نفكر قبل الجواز، خد رأي الناس اللي بتحبك واللي شايفين الشخص من بره الفقاعة اللي انت شايفه منها. طيب عرفنا ان الحب لوحده مش كفاية، نعمل ايه بقى؟ نروح نحب ونسيب نفسنا؟ لا طبعا، تعال اقولك ايه اللي لازم يكون موجود غير الحب في العلاقة علشان العلاقة تنجح. الحب طبعا بداية جميلة للشرارة اللي بتجمع ما بين اتنين ربنا بيكرمهم في الآخر، والعلاقة دي بتتكلل إنهم يجتمعوا مع بعض في الحلال كزوج وزوجة. الحاجة التانية التفاهم، إن كل طرف يعرف يوصل فكرته ويتقبل اختلاف الطرف التاني. الحاجة التالتة الاحترام، أساس أي علاقة ناجحة في الدنيا احترام، من غير احترام مفيش أي علاقة بتقدر تكمل وتستمر. الحاجة الرابعة الثقة، الأمان اللي بيخلي القلب يرتاح والعقل ما يقعدش يرهق في نفسه بالشك، وكل شوية بيتكلم مين، وهو كل شوية هي راحت فين، وهي كل شوية هو بيعمل ايه وتأخر ليه. لازم يكون في ثقة. الحاجة الخامسة الاحتواء، وقت التعب تلاقي اللي يسمعك من غير ما يحكم عليك ولا يبدأ يصنفك أصناف، هو مجرد بس انت محتاج تفضفض معاه. الحاجة السادسة الونس، انك مش وحيد حتى لو في اهدى لحظاتك، حتى لو قاعد بمفردك بس هو بيشاركك كل لحظاته. الحاجة السابعة السند، اللي يشيلك في وقت الوقعة واللي يفرحك بجد ويقول لك قوم انا معاك وانا في ظهرك ومش هسيبك وهات ايدك على ايدي. الحاجة التامنة الطمأنينة، الإحساس إنك في أمان، إنك مش خايف من بكرة
ولا خايف من الشخص اللي معاك اللي انت بتنام جنبه وخايف تاني يوم لا يغدر بيك. من غير الحاجات دي الحب لوحده هيبقى عامل زي أغنية حلوة وكلماتها جميلة بس اتسجلت من غير صوت فما بقتش مسموعة. الحب مهم بس لوحده هيتعبك، لو ماشي من غير وعي هتخبط في أول حيط. العلاقة الناجحة فيها حب بس كمان فيها عقل وفيها نضج وفيها احترام وفيها تقبل رأي الطرف الآخر. قبل ما تحب اسأل نفسك، هل أنا مستعد أكون شريك مش مجرد عاشق، ولا هدخل في نفس الدوامة وأبدأ أقاوح وأقول إن الحب لوحده كفاية؟ لحد هنا تكون خلصت حلقة النهاردة، واستنوني في حلقات كتير جاية إن شاء الله، وسلام.